هل فعلا الأثرياء بيكرهوا الفقراء ولا في حاجات تانية مخفية بتسبب الفجوة دي؟ اللي ما يعرفوش كتير من الناس ان الموضوع مش حقد او غرور، لكن في عقلية مختلفة تماما بتفصل بين النجاح والفقر. لو عرفت الفجوة دي ممكن حياتك تتغير تماما. الفكرة الحقيقية ورا الموضوع، الناس فاهمة غلط ان الأثرياء بيكرهوا الفقراء بسبب الفلوس. الحقيقة الأثرياء بيكرهوا عقلية معينة مش الشخص نفسه. مثال، عقلية الضحية. في ناس كل ما يحصل لهم مشكلة دايما يلوموا الظروف، الحكومة أو الناس حواليهم. الأثرياء بيفكروا بطريقة تانية. إيه الحل؟ إزاي أتحكم في حياتي بدل ما أسيب الظروف تتحكم فيها؟ النتيجة، لو فكرت دايما بعقلية الضحية هتفضل في نفس المكان. إيه الحاجات بقى اللي بتخلي الفجوة بين الأثرياء والفقراء تكبر؟ واحد، طريقة التفكير في الفرص. الفقير بيشوف الفرصة مغامرة ممكن تضيع فلوسه، الغني بيشوف الفرصة استثمار ممكن يكسب منه كتير. شخص فقير بيسمع عن مشروع جديد بيقول لا، المشروع ده خطر، انا مش هغامر. شخص غني بيسمع نفس الكلام ويقول ازاي اخد خطوة مدروسة عشان انجح في المشروع ده. هقولك دلوقتي على نصيحة عملية. جرب كده تدور على فرصة صغيرة بأقل مخاطر وتعلم منها بدل ما تخاف طول الوقت. الوقت بيساوي استثمار مش مضيعة. الفقير ممكن يقضي وقته كله في الترفيه والكسل، الغني بيشوف كل دقيقة فرصة يتعلم أو يكسب حاجة جديدة. مثلا واحد بيقعد كل يوم يتفرج على مسلسلات 3 ساعات، التاني بيقعد ساعة يتعلم حاجة جديدة تفيده في شغله أو مشروعه. حاول تقسم يومك بحيث يكون في وقت تتعلم وتطور نفسك حتى لو ساعة واحدة، ووقت تاني للترفيه. بعد كده الاستهلاك مقابل الاستثمار. الفقير بيصرف فلوسه في استهلاك فوري، لبس، أكل، حاجات كماليات. الغني بيدور على استثمار، أي فلوس زيادة عشان تكبر مع الوقت. مثال عملي، الفقير لو معاه 1000 جنيه بيروح يجيب موبايل جديد أو حاجة مش ضرورية. الغني ممكن يستخدم نفس المبلغ ده إنه يشتري بيه كورس أو يبدأ بيه مشروع صغير. فكر قبل ما تصرف، هل الحاجة دي هتجيب لي فلوس أكتر ولا هتصغر فلوسي؟ خطوات عملية بقى عشان تتحول من عقلية الفقير لعقلية الثراء. اعرف إنك مش ضحية، دايما فكر في الحلول لو سمحت بدل ما تلوم الظروف. استثمر وقتك صح، بدل ما تضيع ساعات على السوشيال ميديا تعلم مهارة جديدة أو اشتغل على تطوير نفسك. 3، دور على فرص صغيرة، مش لازم تبدأ كبير. لو عندك 100 جنيه بس ممكن تبدأ بأي مشروع بسيط بدل ما تستنى الفرص المثالية. 4، اصرف فلوسك على حاجات تنفعك مش حاجات فورية. استثمر في نفسك، في شغلك أو في حاجة تزود دخلك مع الوقت. 5، اتعلم دايما من الناس الناجحة بدل ما تحقد عليهم. بدل ما تشوف الغني وتقول ده محظوظ، حاول تعرف ازاي وصل للنجاح ده. الخلاصة، الأثرياء مش بيكرهوا الفقراء كأشخاص، لكن بيكرهوا عقلية الفشل والتبرير والخوف من المخاطرة. لو غيرت طريقة تفكيرك ممكن تكون واحد منهم بدل ما تفضل في نفس المكان. ايه اكتر حاجة بتشوفها غلط في عقلية الناس اللي حواليك؟ شاركني في الكومنتات.